اهلا اهلا. كي دايرين؟ شخباركم؟ كتعاودوا؟ مزيانين فرحانين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير واموركم كامله مزيانه. مرحبا بكم في فيديو جديد وقضيه جديده. القضيه اليوم هي قضيه ماشي عاديه، غادي تجيكم غريبه من الاحداث ديالها اللي كيبانوا معقدين، وغادي تعرفوا منها الثقه فين كتدي بمولاها في الاخر. ما غنطولش عليكم، ندخل مباشره في تفاصيلها. فإلا كنتم مستعدين خليكم معايا وما تمشيو فين. في واحد الحي في مدينة الرباط، حي اللي كان شعبي والناس ديالو كانوا كيعرفوا بعضياتهم. كانوا ناس ظريفين وهادئين وبيناتهم واحد التعاون. ولاد هاد الحي كانوا الأكثرية قاريين مزيان، كاين اللي كمل قرايته وتخرج وكاين اللي توظف في منصب مزيان. حنا غادي نركزوا غير على واحد جوج عائلات. العائلة الأولى كتكون من الأب والأم وعندهم وليدات. الولد اللي غادي نهضروا عليه في القضية ديالنا سميتو عبد الله، والعائلة الثانية حتى هما كيسكنوا في نفس هاد الحي، عندهم ولد سميتو أنوار. عبد الله وأنوار ملي كانوا صغار ما كانوش كيتفارقوا، حتى من العائلة ديالهم جوج كانوا عائلة وحده، حيت كان الباب حدا الباب، كيدخلوا عند بعضياتهم كيسولوا في بعضياتهم. عبد الله وأنوار كانوا في نفس السن، كيقراو بجوج كيحفظوا بجوج. واحد الفترة عبد الله كان مرض وشد الفراش، لدرجة أن العائلة ديالو ظنوا بلي صافي الدري غادي يموت، فانقطع على الدراسة بسبب هذا المرض. أما بالنسبة لأنوار بقى مكمل في القراية ديالو حتى وصل الإعدادي ونجح. من بعد عبد الله غادي يبرى من داك المرض، ولكن القراية صافي كان خرج منها وكان فات الفوت. شافوا والديه بلي الدري ما خاصوش يبقى هكا، غادي يضيع من بين يديهم، على الأقل يتعلم شي حرفة اللي تنفعو، منها يعيش بها ومنها يتعلم. دخلوا بابا لواحد الكراج ديال النجاره بقى كيتعلم فيه نهار على نهار حتى وصل انوار البكالوريا. واخا الدراري ولاو مشغولين بخدمتهم وقرايتهم، الا ان العائلات بقاو مع بعضياتهم مجموعين، وحتى الولاد باقيين صحاب وما كيتفارقوش. دازت اعوام وانوار كمل الدراسه ديالو في الاقتصاد، خدا الاجازه ديالو وبقى مكمل كيجمع الشواهد ديالو، بقى كيدفع في الشركات في البنكات، حتى غادي يتوظف في واحد البنكه. غادي نرجعوا دابا عند عبد الله، حتى هو كبر وخدا الحرفه ديال النجاره، ولا نجار كيتقن الخدمه ديالو. انوار غادي يتزوج بواحد البنت كان كيعرفها من ايام الدراسه ديالو في الجامعه، كانت بيناتهم علاقه حب، كيتلاقاو كيهضروا، ومنين توظف ولا عندهم دخول ديالو قرر باش يتزوج بها. البنت سميتها هند، خطبها وتزوجوا وداروا عرس صغير. عبد الله حتى هو كذلك غادي يخطب واحد البنت وتزوج بها اللي كانت سميتها هاجر. انورنا ذكرى واحد الشقه في واحد الحي ولا كيعيش مع مراته هند. كذلك عبد الله غادي يكري واحد الشقه وسكن فيها مع مراته هاجر، كل واحد فيهم خدام بخير وعلى خير. عبد الله كان الطموح ديالو منين بدا في الخدمه ديال النجاره انه يحسن المستوى المعيشي ديالو ويولي لاباس عليه. كان باغي يشري الدار ويدير محل ديالو بسميتو، فدخلته ديك الفكره لدماغو ديال انه يمشي لبرا، خصوصا انه كان انسان محترف في النجاره، كيشوف راسو الا مشى للخارج غادي يدير لاباس وغيولي يتخلص اضعاف هادشي اللي كيشد هنا، والحرفه ديالو كيشوف باللي مطلوبه في برا. بدا كيقلب على راسو، كان باغي يدبر في شي كونطرا للخارج، حتى غيتلاقى مع شي ناس قالوا لي باللي واحد السيد كيعرفوه عنده كونطرات وكيصيفط لبرا. لقاوه بداك السيد، تفاهم هو وياه على الثمن وتعامل معاه حيت كيعرف الناس اللي جابوه. قال لي الكونطرا مضمونه والخدمه حتى هي غادي تمشي لتما ناضي. عبد الله ما كانوش عنده الفلوس كاملين، عنده شي حاجه ولكن ما كافياش. مشى عند صاحبو انوار، عاود لي شنو واقع معاه. راه عندي الفلوس قليله واقفه على الكماله، الا عندك شي بركه سلفها ليا حتى نرجعهم لك. هو كيعتبر انوار ماشي غير صاحبو، كتر من خوه. قال لي انوار انا بصراحه عندي شي حاجه ديال الفلوس جامعهم، كنت باغي ندفعهم شي ابارتمون
ولكن منين واقف عليهم من تايا الاول غنعطيهم ليك. عبد الله وعدو باللي غير غادي يمشي يخدم شويه غادي يصيفطي فلوسه. فعلا جاب ليه انوار الفلوس وعطاهم المول الكونطرا. دازت شي ايامات مشى لاسبانيا، ولكن قبل ما يمشي هضر مع انوار قال ليه انت اللي عندي، خويا وصاحبي وكل شيء. مراتي راني خليتها مورايا هنايا، وهذا الشيء كامل كنديرو على قبلنا انا وياها. مراتي امانه عندك، مره جيب مراتك عندها للدار تونسها. العلاقه ديالهم اللي كانت في الطفوله بينهم وبين عائلاتهم بقاو لحد الساعه غاديين بها. هاجر كتمشي عند هند وهي كذلك. مشى هنا عبد الله لاسبانيا وخلى هاجر بوحدها، وكيما وصى صاحبو انوار دار بالوصيه ديالو، مره كيجيب هند لعندها ومره كيدي هاجر عندهم للدار باش تجلس شويه معاهم. بقات الامور بحال هكا. مرات صاحبو الا مرضات او لا احتاجت لشي حاجه هو اللي كان كيتكلف ليها بكل شيء، كيمشي معاها عند الطبيب الا خصتها شي ورقه مثلا شي صخره. وعبد الله في اسبانيا خدام دائما باش يوفر الفلوس ويدخل المغرب. كان باغي ياخد دار ويدير مستقبله ومستقبل وليدته ومراته. كيتصل بها دائما كيسول فيها كي بقات. هاجر كتقولي انا لاباس وكل شيء هو هذاك. عبد الله غادي يبقى في اسبانيا تقريبا مده ديال عامين. هنا غادي يقرر باش يدخل المغرب من بعد ما ضمن ورقاته ومسائله. وكانت واحد الفرحه في عيني حيت هو اخيرا غادي يرجع لبلادو. هاجر حتى هي كانت فرحانه من بعد مده غادي تشوف راجلها. داز مده غادي يعرض عبد الله على انوار، عرضه اللي كانت كبيره، عرضه هماويه كيف كنقولوا. تهلا فيه مزيان على اساس يرد ليه الجميل اللي دار معاه. بما انه وقف معاه في موضوع الفلوس وقف حتى مع مراته، كيلقاه في الشده دائما وسامح في اغراضه مقابل مرات صاحبه ومشاكل صاحبه. لان هاجر والديها ناس كبار في السن وما فحالهمش، وخوتها كذلك كل واحد فين ساكن ما غيقدروش يبقاو مقابلينها. ومرات انوار كذلك ما مقصراش من جهدها، كتونسها كتواسيها معمر عليها في الدار. شكر انوار وكبر به مزيان، وحتى انوار قال ليه ما كاينلاش تشكرني، هذا راه واجب، وحنا راحنا خوت ماشي غير صحاب. عبد الله غادي يجلس مع هاجر تقريبا شي 3 شهور في المغرب. في هذه الفتره هذه ديال 3 شهور كان هو ملهي كيقلب على دار باش يشريها على قد دوك الفلوس اللي جمع في الخارج. لكن ملي كيقلب كيلقى اثمنه طالعين مقارنه بالفلوس اللي عنده. في الاخر قرر يرجع لاسبانيا ويعاود يجمع الفلوس حتى يكمل المبلغ اللي بقى ليه. في خلال هذه المده اللي هو في المغرب هاجر غادي تحمل. عبد الله غادي تكون عنده فرحه اخرى في حياته حيت مراته حامله. السيد فرح وغادي يزيد داك الاصرار ديالو باش يضمن مستقبله، غيزيد يكبر لانه غادي يتزادوا عنده وليداته، وغادي يضطر يخدم بالليل والنهار غير باش ما يخليش مراته ووليداته مخصوصين من شي حاجه. عرض على انوار ومراته مره اخرى واحتفلوا بالحمل ديال هاجر. فاش غدوز واحد المده غادي يقرر عبد الله يرجع لاسبانيا. ما سخاوش بيه خصوصا هاجر، عاوتاني غادي يغبر عليها من بعد ما ولفاتو في الدار. انوار حتى هو ما قدرش يتفارق معاه حيت غادي يغبر مده ديال عام ولا اكثر. ودعهم عبد الله ومشى مع انوار حتى المطار وغيركب في الطياره ديالو وغادي يسافر. بقى كيتصل بمراته تقريبا يوميا كيسولها على الحمل ديالها وعلى صحتها وصحه الجنين. حتى لواحد النهار عبد الله غادي يتصل بهاجر لكن ما غاديش تجاوبه. التليفون كيصوني وهي ما كتجاوبش. نهار كامل هو كيصوني عليها. ناض هنا عبد الله اتصل بانوار قال لي راه هاجر كنتصل بها ما كتجاوبنيش والسيده حامله وانا راه تخلعت عليها بزاف. قال لي انوار انا غير البارح في الصباح جبت مراتي عندها للدار وقيلت معها حتى ل4 ديال العشيه وخليناها بخير ما بها والو. لكن عبد الله بقى مصر في كلامه كيقول له مادام هي بخير علاش ما كتجاوبنيش؟ عافاك الا ما غير سير شوفها واش كاينه في الدار وربما تكون واقع عليها شي حاجه.
راه خاطري مقبوض من جهتها. مشى انوار دق في الباب، السيده ما كتجاوبش. عيط على عبد الله، قال لي انا راني قدام الباب دابا، ولكن راها ما حلاتش ليا. عبد الله قال لي خليك حدا الباب، انا غادي نصوني عليها. بقى عبد الله كيصوني والتليفون كيتسمع الصوت ديالو عند انوار. هنا بجوج بيهم تخلعوا. هاجر ما كتجاوبش وما فتحاتش الباب، والصوت ديال التليفون كيتسمع لبرا. انوار ما كانش عنده الساروت باش غادي يحل الباب بطبيعه الحال، ففكر انه يهرس الباب ولا يفرعو ويدخل. ولكن فكر مره اخرى باللي يقدر يدخل على السيده وتكون شي حاله او لو وقع عليها شي حاجه فغادي يدخل في المشاكل والصداع. قال اش غندير ما ندير، غنمشي نعلم البوليس ونقولها لهم، ولكن قبل حتى نتشاور مع راجلها. عبد الله كان اتصل بعائلتها، ربما تكون مشات عندهم ونسات التليفون في الدار. خواتاتها وامها كيقولوا باللي ما جاتش عندهم تقريبا واحد 15 يوم. صافي اتفق عبد الله مع انوار باش يمشي لعند البوليس، وبالفعل مشى للكوميساريه. قال لهم واحد السيده مرات الصديق ديالي كتعيش بوحدها حاليا وراجلها في الخارج، كيتصل بها ما كتجاوبوش. عاود ليهم تفاصيل كامله، باللي السيده حامله وممكن تكون واقع عليها شي كارثه في الدار. دوز ليهم صاحبو عبد الله في التليفون وهضر مع المحققين اللي تما، وقال لهم انا اللي صفت صاحبي حيت انا ما كاينش في المغرب حاليا. جاو فعلا البوليس للدار ديال عبد الله اللي كانت عباره على دار في السفلي. دقوا حتى هما في الباب، وعبد الله في هذا الاثناء كيصوني عليها. البوليس في الباب كانوا كيسمعوا الصوت ديال التليفون. المهم طريقتهم البوليس قدروا يحلوا الباب ودخلوا للدار. غادي يلقاو هاجر مقتوله وداير بها الدم تحت من راسها كله مفرشخ، وعندها ضرابي في عنقها. السيده كانت في حاله كارثيه، والدار حتى هي كانت حالتها حاله، كلها مرونه، كل شيء مقلوب. يعني اللي دخل على هاجر وقتلها ممكن يكون سرقها. هنا البوليس ولات عندهم جريمه قتل. انوار تصدم، وكانت معاه حتى مراته هند، حتى هي كانت كتبكي وتصدمات. المهم ناض انوار اتصل بصاحبه، وهذا الخبر بطبيعه الحال اي واحد في بلاصتو غيحس براسو تحط في موقف صعيب باش تعلم شي حد باللي توفى ليه شي حد قريب ليه او لا تقتل وهو بعيد في بلاد اخرى ما يحس بها غير اللي مجربها. قال لي انوار الله يصبرك اخويا، مراتك مشات عند الله، راه لقيناها مقتوله في دارها. السيد من يسمع هاد الهضره شداتو السخفه، المجمد ليه في الركابي. قال لي انا غادي نشد دابا الطياره غادي نجي للمغرب. التحقوا عناصر التشخيص القضائي. الحاجه اللي بانت في المعاينه هي ان الباب ديال الدار كان مسدود وما مهرسش. مالين الدار اللي كارين ليهم ما كانوش ساكنين تما، ساكنين في مدينه اخرى، كيجيو مره في شحال كيتخلصوا منهم في الكرا، والباب ديال الدخله ديال الدار حتى هو ما مهرش. الاحتمال اللي داروا ان الضحيه تقدر تكون كتعرف هادو اللي قتلوها، يمكن دقوا عليها ودخلتهم للدار، ويقدروا يكونوا من عائلتها، او لدق عليها شي حد ما كتعرفوش وحلت الباب مع هي ساكنه بوحدها، تهجموا عليها ودخلوا، خصوصا الا كانوا متاكدين باللي ساكنه بوحدها وراجلها مسافر برا. المهم هزوا البصمات من الدار كامله. هنا البوليس غادي يبحثوا مع انوار ومراته هند، سولوهم فين هي العائله ديال هاد السيده حامله وبين عندها الكرش، فين هو راجلها. عاود لهم انوار التفاصيل بان راجلها خدام في الخارج، وهو اللي اتصل بيا وعلمني نجي نشوف علاش مراته ما كتجاوبوش في التليفون. مراته هند حتى هي كتقول نفس الهضره، بانه فاش اتصل صاحب راجلها بهم جاو للدار كيدقوا لكن ما حلاتش ليهم. سولوهم واش ما كيجي عندها حد، ما عندها عائله اللي تزورها، شي صحابات. قالوا لهم والديها ناس كبار في السن وعندها خواتاتها كل وحده فين مزوجه. هادشي اللي عاودت لينا هاجر. غيبه البوليس بان الضحيه تقتلات في ديك البلاصه اللي لقاوها فيها، وراسها كان مضروب بحال شي واحد شدها وبدا كيضرب ليها راسها مع شي حد، وبقى الدم مسبوغ في الحيط، وطاحت طيحه وحده ماتت. واللي قتلوها عاد من بعد دخلوا سرقوا داكشي اللي داو، لان اثار السرقه كانت واضحه في الدار.
تعلمت النيابة العامة بالأمر وتنقلت الجثة المستودع الأموات. لكن فرقة التشخيص القضائي ما لقاو حتى حاجة في مسرح الجريمة، ما عندهم حتى شي دليل. دخلوا الكوزينة كذلك ما لقاو والو من غير الماكلة اللي كان طيبات الضحية قبل ما تموت. غادي ينتقلوا البوليس عند الجيران كيبحثوا معهم بحال ديما واش سمعوا شي غوات ولا صداع. للأسف حتى واحد ما سمع شي حاجة. الناس كانوا كيعرفوا هاجر واخا ماشي مدة طويلة باش سكنات معاهم، فغادي يسولوهم واش كتشوفوا شي حد كيجي عندها للدار. شي وحدين قالوا بلي كيشوفوا غير واحد المرأة كتجي لعندها وكيجيبها شي راجل كيبقى على برا وهي كتدخل عند هاجر. الهضره هنايا كانت باينه على انوار ومراته هند. البوليس رجعوا عند انوار قالوا ليه واش فعلا كتجيب مراتك عند الضحيه. قال لهم كنجيبها عندها، كتبقى جالسه هي وياها كيتعاودوا كتونسها حيت راجلها موصيني عليها، ولكن انا ما كندخلش، كتدخل غير مراتي. وعمرني دخلت لديك الدار من غير فاش كان جا صاحبي عرض عليا انا ومراتي وجينا. البوليس بقاو كيبحثوا مع الجيران، ربما شي واحد يكون شاف شي حاجه داك النهار او لا يعطيهم شي معلومه اللي غتعاونهم. هنا راجل الضحيه عبد الله وصل وكان في واحد الحاله خايبه، سيد كيغوت وكيطالب بحق مراته والجاني اللي في كرشها وكيبكي. منين تكلم مع عبد الله دخلوه للدار يشوف واش تسرقات ليهم شي حاجه. بقى السيد كيقلب لقى بلي الذهب تسرق ليهم وحتى الفلوس، كان تقريبا 35 مليون اللي مشات. هاد الفلوس هما اللي كان جمعهم وجا باش ياخد بهم الدار، ومنين ما لقاش دار كما بغاها هو بداك المبلغ خلى الفلوس عند مراته في الدار ورجع باش يكمل الخدمه ويجمع الفلوس اللي بقات. لكن في هاد الحاله كيقول باللي ما كيهموه لا فلوس لا ذهب، اللي كيهموه هو مراته والجاني اللي في كرشها. غادي يسولوه البوليس واش كتشك في شي واحد، واش عمر مراتك عاودت ليك باللي شي حد كيتبعها او لا كيهددها. قال لهم مراتي عمرها عاودت لي هذا الشيء، كنسول فيها ديما كتقول لي راني بخير. تاكدوا البوليس من الهضره ديال انوار باللي هو وصاه باش يبقى يرد البال لهاجر في غيابه. قال لهم فعلا هذاك راه خويا ماشي غير صاحبي وانا اللي وصيته عليها. البوليس قالوا ليه واش ما كتشكش باللي صاحبك انوار هو اللي يقدر يكون قتل مراتك، حيت هو عارف عليك كل شيء تقريبا وعارف باللي عندك الفلوس في الدار. عبد الله قال لهم هذا الشيء ما يمكنش، هذاك صاحبي وانا تيق فيه مستحيل يديرها. جابوا انوار مره اخرى وبقاو كيبحثوا معاه، سولوه واش عارف باللي صاحبك عنده الفلوس. قال لهم انوار باللي الفلوس في الاول كانوا ديالو، هو اللي سلفهم لصاحبه باش مشى لبرا، وكانت فلوس اللي هي قليله لكن ردهم ليه وهو في الخارج. ومن بعد فاش رجع عطاه حتى واحد المبلغ خلى عنده في الدار في حاله لا لقى شي دار يشريها، وكان هو وياه كيدوروا كيقلبوا على الديور وبقاو دوك الفلوس عنده. حتى دازت واحد الشهرين عاد ردهم ليه وقال ليه بلي من الاحسن تديهم لشي بنكه باش ما يمشيوش ليك ولا ليا، شي نهار يشفرهم ليا شي حد نصدق كنخلصهم ليك، هذه مسؤوليه كبيره عليا. لكن عبد الله فاش جاب الفلوس من عند انوار خلاهم غير في الدار، ما داهم لحتى بنكه، مع العلم انه عارف مراته غادي تبقى بوحدها في الدار وغيبقاو خطر عليها. البوليس اكدوا من الاقوال ديال انوار وعرفوا من عبد الله باللي هدرته صحيحه، وكون بغى انوار يسرق صاحبه كون ما ردش ليه فلوسه من الاساس، يعني ما عندوش مصلحه باش يقتل ليه مراته. من بعد غادي يجيو العائله ديال الضحيه حتى هما بحثوا مع خواتاتها، سولوهم واش كتعرف الضحيه شي واحد قبل الزواج ديالها بعبد الله، واش عندها شي علاقه مع شي حد. كلهم كينفيو هاد الهضره هادي. هنا غادي ندوزو للتقرير ديال الطبيب الشرعي. الطبيب الشرعي كيقول باللي الضحيه تقتلات ما بين 6 و7 ديال العشيه، وهذا الوقت كيكون مازال الحال والناس غادا جايه. كيفاش غيدخلوا الشفاره عليها في هذا الوقت ويقتلوها وما يشوفهم حد، ما يسمع حد الغوات ديالها؟ عاودوا البوليس البحث ديالهم مع الاقارب ديال الضحيه، راجلها، صاحبو، مرات صاحبو والعائله ديالها وكذلك الجيران.
جابوا انوار عاودوا طرحوا عليه نفس الاسئله. فين كنتي مع الوقيته ديال 6 ديال العشيه داك النهار؟ قال لهم مشيت جلست مع شي صحابي في القهوه، كنا كنتفرجوا في واحد الماتش. سولوا على العنوان ديال القهوه اللي كان جالس فيها وعطاهم العنوان. هنا غادي يخرجوا البصمات اللي ترفعوا من الدار. البصمات كانوا ديال الضحيه هاجر وصاحبتها هند، وكاينين بصمات اخرين اللي منتشرين في الدار، في بيت النعاس والصالون وفي جميع البلايص. هاد البصمات كانوا ديال انوار. هنا البوليس عاودوا جابوا انوار وداروا معه واحد الطريقه اولا خطه باش يطيحوا في الشبكه. قالوا ليه بغينا نسولوك واحد السؤال اللي من قبل كنا طرحناه عليك بزاف ديال المرات. واش ملي كتجيب مراتك عند مرات صاحبك واش كتدخل معها للدار ولا لا؟ قال لهم نفس الجواب، لا انا ما كندخلش نهائيا، كنبقى غير على برا، ومنين كتقرب مراتي تجي كنمشي نجيبها بعض المرات. عرفوا البوليس باللي الجريمه ما غتكونش بعيده على انوار، هو اللي غيكون قتل مرات صاحبه. قالوا لي شوف، غتقول لينا كيفاش قتلتي هاجر وشنو هو السبب اصلا علاش قتلتيها، والذهب والفلوس اللي هزيتي فين ديتيهم؟ بقى كيتزايد معاهم في الهضره، لا انا ما قتلتهاش، ماشي انا. وهما يجبدوا ليه تقرير ديال البصمات. قالوا لي هاد البصمات ديالك لقيناهم في كاع الركاني والقناه ديال الدار، وانت كتنكر باللي ما كتدخلش لديك الدار. بقى انوار مصر على الكلام ديالو وخا هكاك. قالوا ليه داك النهار قلتي مشيتي للقهوه مع صحابك في الوقيته اللي تقتلات فيها هاجر، واخا غادي تمشي معنا دابا لهاد القهوه وغادي تورينا هاد صحابك اللي كانوا معاك فيها. بقى انوار كيدور في عينيه، طبيعه الحال حيت شدوه من الجهه اللي ضراه. مشاو معاه، سولوا واحد السرباي في القهوه على انوار. راكم عارفين في القهاوي ديال الاحياء الشعبيه كيكون السرباي عارف الكليان اللي كيجيب كثره لديك القهوه. سولوا على انوار واش جا داك الليله لتما، قال لهم ما جاش. والحاجه كاع اللي غادي تجيب له التمام هي ان السرباي كيأكد باللي عمرو شاف انوار جا لديك القهوه، وداك النهار بالضبط ما كان حتى ماتش منقول، واصلا هما ما كيديروش الماتشات في داك القهوه. رجعوا مع انوار للمركز وبقاو معاه على الاسئله. السيد ما لقاش كيفاش يدير يقد ديك الكذبه اللي كذب عليهم، ما لقاش ليها الحل. في الاخير اعترف ليهم بالجريمه اللي دار في حق مرات صاحبه اللي هو في الاصل بحال خوه، وشنو هو السبب والدافع اللي خلاه يرتكب هاد الجريمه. قال لهم صاحبي عبد الله فاش هاجر لاسبانيا وصاني على مراته وقال لي نرد البال لدارو، وانا فعلا كنت راد معاها البال اللي خصتها كنوقف معاها، نمشي معاها نقضي الاغراض ديالها الاداريه، نمشي معاها عند طبيب الى مرضات، وكنت كنجيب مراتي تونسها في الدار حتى غادي تولي بيناتنا علاقه. هاجر استغلت الغياب ديال راجلها، وانور استغل الثقه اللي دار فيه صاحبه اللي ما خاصهاش تكون. كيقول باللي كان كيجي عندها للدار بالتخبيه في الايام اللي ما كتجيش فيهم مراته عندها. بقات هاد العلاقه مستمره بيناتهم، وعبد الله دوز عامين تقريبا بعيد على دارو، كان كيخدم بالليل والنهار باش يجمع فلوس مستقبل وليداته وحتى ديال مراته. وانور هاد السنين دوزهم مع هاجر في الدار حتى غادي يجي وغير عرض عليه هو ومراته للدار وكبر بيه وشكروا على داكشي اللي دار معاه. هنا انور على حسب ما كيقول بحال لفاق من داكشي اللي كان كيدير وتنادم معاه الحال، فكر بلي صاحبه دير فيه الثقه وحسب خوه وشاف راسو هو كيجازيه بالغدر والخيانه. قال مع راسو اش كندير، انا خاصني نراجع نفسي. بقى كيفكر شنو يدير، واش يعاودها ليه، ما قدرش، لان اللي عاود ليه اكيد غادي توقع كارثه كبيره، خصوصا من عبد الله خلى عنده الفلوس اللي كان جامع وزاد دار فيه الثقه الكامله. دازت مده هاجر قالت لعبد الله بانها حامله، ولكن الحمل في الاصل ما كانش من عبد الله، كانت حامله من انور، حيت هي كانت حامله قبل ما يجي راجلها اصلا من الخارج. هنا انور غير مازال تعذب والضمير ديالو فاق، مشى مع عبد الله للمطار وتوادى معه وعاود وصى على هاجر مره اخرى. وانور في الدماغ ديالو كان عوال يوقف هاد المهزله، ما بقاش باغي يزيد يتعذب اكثر من هكا.
الليله اللي غادي تموت فيها هاجر جاب انوار مراته للدار عندها وقيلت معاها العشيه كامله. خرجت مع ديك الربعه مشات في حالها لدارها، لقات انوار جالس شويه، قال لها انا غادي نمشي للقهوه. خرج السيد مشى عند هاجر، دخل وحتى واحد ما شافو حيت كان كيتسلت حتى كيدخل. جلس معها شويه، قال لها بلي العلاقه اللي كانت بيناتنا خاصها حد دابا، خاصها تسالي في مره هنا، والجنين اللي فكرشك خاصك تطيحيه. حنا درنا غلط كبير وكنتفلاو على راجلك اللي هو صاحبي، والضمير ديالي ما مخلينيش نعيش بحال اي انسان. هاجر ما تقبلتش هاد الهضره، قالت لي كيفاش 3 سنين دابا وانت معايا عاد بالك الضمير، وملي كنتي كتجي عندي وكنتفلاو على عبد الله فين كان عقلك داك الساعه؟ كان عاجبك الحال؟ هو هاد الهضره استفزاتو وما شعرش براسو حتى شدها وبقى كيضرب ليها راسها مع الحيط ديال الصالون، وبقى شدها من عنقها حتى ماتت. وباش يدير تمويه للبوليس بين بلي سبب الجريمه هي السرقه، دخل هز الذهب والفلوس وخرج حتى ما بان ليه حتى واحد في الزنقه، وكان الظلام، كان تقريبا 9 ديال الليل. هرب مشى لواحد البلاصه خاليه وحفر حفره تما ودفن الفلوس والذهب وحط حجره كبيره فوقهم ورجع للدار ديالو. لقى مراتو ناسات وناس حتى هو، وفي الصباح مشى للخدمه ديالو عادي. منين قرب يسالي الخدمه عيط عليه عبد الله، قال ليه بان مراتي ما كتجاوبش في التليفون، سير للدار دق عليها شوف شنو واقع ليها. مشى هو داز على مراتو، مشى لدارو وداها معاه في يديه، دقوا عليها ومن بعد علموا البوليس حتى جاو لقاو السيده مقتوله. من بعد الاعترافات ديال انوار بالخيانه والغدر لصاحبو غادي تقدم للعداله والمحكمه حكمت عليه بالمؤبد. اما بالنسبه لهند فمنين عرفت بهذا الشيء اللي دار راجلها غادي تطلب الطلاق وطلقت منه وهو في الحبس. وبالنسبه لعبد الله فكانت صدمه كبيره في حياته، وخرجوا ليه الفلوس ديالو والذهب لان البوليس مشاو مع انوار وراهم البلاصه فين دفن الذهب والفلوس. لكن كيبقى هذا الشيء اللي مر منه ماشي سهل. حتى لهنا غادي نكونوا سالينا قضيتنا اليوم. نشوفكم في الفيديو الجاي مع قصه وقضيه جديده. تهلاو في راسكم، السلام عليكم.